خلال حضورنا حصة تدريبية لأبناء عاصمة الجنوب للوقوف على تحضيرات أبناء الأبيض والأسود وأخذ آراء بعضهم حول مباراة قفصة وموقفهم من تأجيل مباراتهم مع الترجي، عدنا بالآراء التالية. والله ساعة معناتها يظهر لي ماتش قفصة، معناتها أي كيب تمشي لقفصة معناتها باش تمر بالظروف هيك. الحمد لله ربي كنا رجال وروحنا معناتها ب3 بوان. يظهر لي ساعة هذه مش غريب علينا، يظهر لي معناتها كان كيما خونا ويعاون فينا وكل شيء، معناتها حتى كي كان معنا معناتها أدجوان توا بريمير اونترينور ما علينا، كان نخدموا ونزيدوا نخدموا معناتها على رواحنا. بخصوص مقابلة ترجي معناها نتمنى ان شاء الله تكون في ظروف امنية كما قالت العباد، خاطر المقابلة هذه كنا نستناو فيها عنا برشا، لكن لعل فيها خير، كل توخيره فيها خير. ان شاء الله نهار الاربعاء نزيدوا نبينوا حتى الاسبيرونس كي تبدا بجوارة الكل، نادي صفاقسي ينجم يعمل مقابلة باهية وينتصر عليه. والله يظهر لي داخلية ما داخلية، احنا معناتها ما يهمناش فيها الحاجات اللي برا، اعطينا التيران تو نهار الاربعاء ان شاء الله معناتها اللي يكون حاضر ان شاء الله اللي يربح ان شاء الله. كما كان لنا حوار مع السيد حمادي الدو إثر أول انتصار له كمدرب أول للفريق، والذي وضح لنا بعض الأمور العالقة على خلفية الأخبار الأخيرة حول إمكانية انتقال حمدي القصراوي إلى فريق آخر، مع تصريحه بالحالة الصحية التي يمر بها والده اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عبد القادر الدو. الحق الحمد لله الولاد كانوا في المستوى، قدموا مقابلة بطولية، مش سهل انك تربح قفصة في قفصة خاصة في الظروف اللي عشناها شوية البارح. بالنسبة للتجربة بتاعي مع راس الفريق ماهيش ما نشوفهاش معناها ما ثم حتى مشكل، العلاقة بيني وبين اللاعبين علاقة ممتازة، متغير عليا حتى شيء، حتى متعود انا نقف معناها في بنك الاحتياط كنت نوجه اللاعبين هذوما، دونك متغير حتى شيء، بالعكس حتى الملاعبية زادوا سهلوا عليا المهمة هذه. نرجع نقول فخر وشرف أن يكون على رأس الإدارة الفنية نادي الصفاقسي، لكن هي معناها تكليف مسؤولية وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية هذه. حمدي يترينا قاعد يترينا، تشوف فيه قاعد يترينا الى حد الان ما فما شيء. لا ما عنديش فكره على موضوع حمدي كسراوي باش ينتقل فريق اخر، ديجا حمدي قاعد يتمرن تو مع الجروب وما عنديش فكره على الموضوع هذا. والله ماذا بيا نطمن الجماهير، لكن ربي يشفيه، ربي يفرج عليه، تعب شويه في المصحه هو توا، نتمنى له الشفاء العاجل، بالحق متقلق عليه برشا وربي معاه وربي يفرج عليه. معنويات مرتفعة واستعدادات حثيثة لأبناء السياساس من أجل التفوق وإحراز مزيد من النتائج الإيجابية التي تليق بسمعة الفريق.